السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من مطبخ دودو. اول حاجة بنترحم على كل امواتنا، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم ويجعل مثواهم الجنة اجمعين، وبندعي لكل مرضانا ربنا يشفيهم ويتم شفاهم على الف مليون خير يا رب. اول حاجة النهاردة احنا عاملين الكنتاكي الاقتصادي او القرنبيط. كل سنة وانتم طيبين. احنا بقينا داخلين على فصل الشتاء والقرنبيط بقى موجود كتير في الاسواق. انا عملت اول طريقة بالطريقة المتعارف عليها خالص بالخلطة بتاعة القرنبيط، بس انا عاملاها بدون بيض ومقرمشة وتحفة. تابعيني في وصفتي وهتشوفيها. والطريقة التانية، الطريقة دي ممكن اطفالنا يحبوها، اللي هي بطريقة الكورن فلاور. انا عملتها زيها زي بالظبط زي ما بتكوني بتعملي الناجتس او البانيه، بالبيض واللبن والكورن فلاور. كورن فلاور والبقسماط الفيجيتار المتواجد عندك. وده شكله. اذا عجبتك الطريقة ادعميني باللايك والشير وسكرايب، واللي لسه ما اشتركش عندي بالقناة يشرفني بالاشتراك. وعاملين معاها احلى طبق سلطة بلدي بطريقة حلوة قوي. طبعا انا عارفة كلكم اساتذة، بس فيها تركة كده حلوة. وقدمتها مع طبق بطاطس. وبألف هنا من مطبخ دودو. معايا قرنبيطة متوسطة الحجم، انا مقطعاها قطع على حسب ما انت عايزة، وهسلقها في مية فيها ملح وكمون. زي ما حضرتك شايفة كده بالظبط، انا حطيتها في مية فيها ملح وكمون. هسلقها 3/4 سوا. معاكم هعمل طبق سلطة بلدي حلوة قوي. هي ومكوناته فلفل احمر على اخضر، طماطم، خيار، بقدونس، البصل الاحمر هنعصر عليه، ليمون وحبة خل وملح وكمون. هندعكهم الاول وبعد كده هنحطه في طبق السلطة. ودي التركة بتاعت طبق السلطة. زي ما حضرتك شايفة كده انا حطيت الملح والليمون والخل وهدعكهم، وبعد اخر حاجة هحطها الكمون. انا دعكت البصل في الملح والخل والليمون، وهحط او حطيت عليهم كمون زي ما حضرتك شايفة كده، وهدعكهم وبعد كده احط كل اضافات السلطة. وده شكله بعد ما خلصتي طبق السلطة البلدي. صدقيني جربيه كده هيبقى تحفة. انا حطيت عليه ملح وكمون وشطة حسب الرغبة، وربع معلقة صغيرة كده سماق للي بيحب المزازة في السلطة. والشطة طبعا برضو اختياري، هي والفلفل الأحمر. بس دعك البصل بالملح والكمون والليمون والخل قبل ما تضيفيه على السلطة بتوديكي في سكة تانية خالص. جربي طريقتي. وطبعا ما ننساش زيت الزيتون أو أي زيت متواجد عند حضرتك. وبألف هنا أحلى طبق سلطة من مطبخ دودو. هنعمل مع بعض خلطة القرنبيط. في بولة هنحط نص كيلو لبن حليب، وهنضيف الدقيق تدريجيا لغاية لما تبقى عجينة لا هي تقيلة ولا هي خفيفة، أتقل من عجينة الكريب شوية. بالظبط كده زي ما حضرتك شايفة، أنا لا عايزاها لا تقيلة ولا خفيفة، أتقل من عجينة الكريب. هبتدي أحط عليها ملح. أنا حطيت عليها ملح زي ما حضرتك شايفة كده. وبعد كده هحط كمون. أنا حطيت عليها البهارات زي ما حضرتك شايفة كده، ملح وكربوناتو وكمون وشطة وكركم، والشطة دي على حسب الرغبة. وهحط عليها معلقتين خل. انا في خلطة القرنبيط ما بحطش بيض خالص، بس دقيق ولبن، وبتبقى العجينة اتقل من عجينة الكريب. وبحط البهارات اللي زي حضرتك ما انت شايفة، والبهارات دي على حسب ما حضرتك بتحبيه. انا بحب الشطة فبحط الشطة، انت ما بتحبيش ما تحطيش. واخر حاجة بضيفها شوية بقدونس، وهقلبها كلها مع بعض، وهسيبها ترتاح في التلاجة ربع ساعة كده. كده انا عندي الخلطة ارتاحت نص ساعة في التلاجة. هبتدي اضيف ليها حبات القرنبيط، انا بقطعها قطع صغيرة وهقليها في زيت ساخن غزير. زي ما حضرتك شايفة كده انا حطيت القرنبيط وغطيته بكل الخلطة، وهبتدي احطه في الطاسة في زيت ساخن وغزير. زي ما حضرتك شايفة كده انا حطيت القرنبيط في طاسة فيها زيت ساخن، هقليه
وهنكمل مع بعض كل الكمية. انا كده خلصت كمية القرنبيط بتاعي مقرمش قوي، وهقلي الجزء التاني بطريقة تانية. انا عندي هنا كورن فليكس، حطيت عليه ملح وفلفل وكمون وبيضة وحبة لبن. هعملها بالظبط زي الفراخ كنتاكي. وده كده شكل كل الكمية بعد ما عملتها بالبيض والبقسماط والفيجيتار. هنزلها على زيت ساخن وغزير.